تخيل جسم غريب يدخل مجموعتنا الشمسية، لا هو مذنب ولا كويكب، والعلماء مش لاقيين له أي تفسير. في 1 يوليو سنة 2025 رصد العلماء جسم فضائي أطلقوا عليه أطلس 13. الجسم ده مش تابع لأي نجم، وده خلاه يتصنف كجسم بين نجمي. أول حاجة كانت مساره الغريب، دخل مجموعتنا الشمسية بزاوية نادرة جدا. تاني حاجة ما كانش حواليه غازات زي المذنبات. وتالت حاجة سرعته. بعض العلماء قالوا إنه مجرد صخرة فضائية، لكن التفسير ده ما جاوبش كل الأسئلة. في فرضية أخطر بتقول إن الجسم ده ممكن يكون صناعي، مش معناه غزو، لكن معناه إن في حاجة ذكية ممكن تكون مرت من هنا. لحد دلوقتي مفيش دليل قاطع، لكن الغموض هو اللي مخلي القصة دي مستمرة. السؤال الحقيقي، هل الجسم دي مركبة؟ لكن لو كان فعلا، امتى هيكون اللقاء الجاي؟ لو حابب تعرف ألغاز حقيقية اتحققت فعلا، اشترك في القناة واكتب رأيك في التعليقات.